دلوقتي لو حابب تتداول في البورصة الأمريكية عن طريق تطبيق صندر، فالتداول أصبح متاح. يعني لو جينا مثلا نشتري سهم أبل وبعدين نعمل شراء، هيقول لي أنت عاوز تشتري إزاي، زي ما كنا بنشتري في الأسهم المصرية بالظبط. الأول كان بيقولك إن أنت لست مؤهلا للاستثمار في البورصة الأمريكية، بس زي ما أنت شايف كده التداول في البورصة الأمريكية على صندر أصبح متاح. طيب لو أنت برضه جيت تشتري هيظهر معاك نفس الصورة دي. عشان تعرف إزاي تتداول في البورصة الأمريكية كمل معايا الفيديو للنهاية. أنا مهندس أحمد، وكل المطلوب منك إنك تصلي على النبي وتركز معايا. لما تواصلت مع الدعم عشان أسألهم الأسهم الأمريكية ليه مش بقدر أتداول عليها، كان ده ردهم. وقالوا لي إن إحنا هنضيف حضرتك لقائمة المهتمين، عشان أول ما التداول يصبح متاح هنبعت لك إشعار أو رسالة وهنعرفك يعني. وفعلا ده اللي حصل معايا. لما تيجي على الإشعارات كده بتاعة التطبيق هتبص بيقول لي إيه: أنت الآن جاهز للاستثمار في البورصة الأمريكية. وكمان بعتولي رسالة على الجيميل. أدي الرسالة اللي على الجيميل بيقول لي إن أنت دلوقتي تقدر تتداول في البورصة الأمريكية. لما جالي الرسالة اللي على الجيميل دي دخلت أشتري أسهم أمريكية. ظهر قدامي الشكل اللي أنت شايفه ده، بيقول لي إن أنا لازم أمضي على النموذج ده الأول. فلما أعمل عرض النموذج جالي النموذج ده اللي هو النموذج الضريبي بتاع الولايات المتحدة وشوية حاجات كتير كده. انت هتقرأها او هتاخد سكرين شوت اللي انا عامله لك ده وتقرأها براحتك، تمام. وبعدين تضغط على اقبل جميع الشروط. طب لو انت مثلا ما كنتش بعت للدعم ولا جالك رسالة ولا الحاجات دي، كل اللي انت هتعمله ان انت هتبعت الدعم تقول لهم ان انت عاوز تتداول في البورصة الامريكية وهم يعملوا لك اللازم. طيب بتتواصل مع الدعم ازاي؟ كل اللي عليك ان انت هتضغط على كلمة الحساب هنا، وبعدين المساعدة، وبعدين تواصل مع الدعم. هيفتح لك شات معاهم تختار منه الدعم الفني واللغة العربية، وتقول لهم ان انت عاوز تتداول في البورصة الامريكية، وهم هيفعلوا لك الايه الميزة دي. تمام كده. وبعد ما يفعلوا لك الميزة دي هتيجي تشتري. مثلا لو جينا برضه لسهم ابل تاني وجينا نشتري ونختار مثلا شراء السهم عند سعر محدد، وجينا مثلا نختار مثلا سهم، هتبص تقول لك الرصيد غير كافي. ليه؟ لان المحفظه بتاعتي كلها بالجنيه المصري، محتاج ان انا امول المحفظه بالدولار عشان اقدر اشتري اسهم دولاريه. تمام. طيب بالنسبه لكل التفاصيل اللي جايه بقى، ازاي اشتري اسهم وازاي امول الحساب بالدولار وكل الحاجات، والسوق الامريكي شغال امتى والحاجات دي كلها شغاله امتى، اول ما اخلص الفيديو استنى مني فيديو تاني. اول ما اخلصه هحط لك لينك الفيديو بتاعه في وصف الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده، هقول لك فيه كل التفاصيل بالنسبه لشراء الاسهم الامريكيه على التطبيق. طب هيجي حد يقول لي يا باشمهندس احمد الاسهم الامريكيه مش ظاهره معايا على التطبيق، تمام. يعني هو مثلا ما عندوش الاسهم الامريكيه دي، فلو انت عاوز تظهرها هتعملها ازاي؟ هتيجي على قائمه اكتشف. كان في الاول هنا كلمه انشاء كده كنت بتعمل منها القوائم، اللي انا عامل واحده زي دي منها كده، تمام. فلو انت كنت عامل القوائم دي هتيجي على اي واحده منها وتعدلها، زي ما انا كنت شارح في الفيديو بتاع انشاء قائمه فرز مخصصه. هسيب لك برضه الفيديو ده في وصف الفيديو لو انت حابب تتفرج عليه. المهم يعني الفيديو ده بيعرفك ازاي تعمل قائمه فيها الاسهم اللي بالدولار. زي ما انت شايف كده لو جينا نضغط عليها هيجيب لك كل الأسهم اللي بالدولار الموجودة على التطبيق. بس طالما هم أتاحوا التداول بالدولار أو التداول في الأسهم الأمريكية على التطبيق، أكيد هيعملوا إيه، هيرجعوا الأسهم دي تاني. بس لو أنت مثلا مستعجل وعاوز توضحها معاك وعاوز تخليها تظهر معاك على التطبيق، هتعمل زي ما أنا قلت لك كده. هتتفرج على الفيديو وتيجي على أي قائمة أنت كنت عاملها وتعدل فيها عشان يجيب لك الأسهم اللي بالدولار زي ما أنت شايف كده. اتفرج على الفيديو هيفهمك إزاي تعمل القوائم دي. تمام. ما تنساش بقى ان انت تصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو. وانا كده خلصت الفيديو، سلام.